القاهرة، هنا القاهرة أيها السادة والسادة. القاهرة بتقود مساعي السلام في المنطقة، وده اللي بيؤكد أن التحركات المصرية المكثفة لوقف الحرب وتخفيض التصعيد بالمنطقة هو الذي يعني يظهر القوة المصرية الحالية والاتصالات المصرية بالأطراف العربية، سواء كانت إماراتية أو سعودية أو عمانية أو بالأطراف الإقليمية، سواء كانت تركية أو باكستانية أو قبرصية. كمان الاتصالات الدولية مع وزراء خارجية فرنسا والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وده بيؤكد الدور المصري الرائد. أيها السادة والسادة، أهلا بكم. نحن معكم في تمام الخامسة، ونؤكد دوما في 7 دقائق أن لدينا أبرز الأخبار الخفيفة والطريفة والظريفة، واللي بتؤكد على قوة يعني العلاقات المصرية والدور المصري. وبنأكد كمان أن مصر بتضع كل الإمكانيات يعني لدول الخليج الشقيقة ودعم غير محدود لها في هذه الأزمة الحالية. دوما نقول لكم في تمام الخامسة و7 دقائق. أيها السادة والسادة، أهلا بكم. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي والسيد أحمد كوجك وزير المالية، ده عشان نأكد أولويات السياسات المالية المصرية، سواء كانت قصيرة المدى أو المتوسطة، ده من أجل تحسين الخدمات وتسهيلات دون خلق أعباء داخلية أو إضافية على المواطنين وبما لا يؤثر على المواطن المصري. أيها السادة والسادة، نقول لحضراتكم الآتي: ترامب له معنى وقفة، إكسيوس لها العديد من النقاط هقف عندها. كمان عايزين نقول لحضراتكم فكرة وحسابات ترامب فيما يخص ال5 أيام. هو مش أي 5 أيام اعتباطي أو هدنة أو أشياء من هذا القبيل، لكن ده له مستهدف. هنقول لحضراتكم توقعاتنا لده، وكمان عايزين نقول لحضراتكم ما هو متوقع بعد أو أثناء ال5 أيام دي. نقول لحضراتكم الآتي: أولا، ترامب له العديد من التصريحات. من التصريحات دي بيقول فيها آمل في تسوية القضية مع الإيرانيين. ماشي يا عم ترامب. بعد شوية رجع قال لك إيه؟ الولايات المتحدة تحدثت مع كبار القادة الإيرانيين المحترمين، وناقض نفسه وقال لك أن الإيرانيون هم من اتصلوا وأنا لم أتصل. طيب يا عم ترامب، قال إيه بقى؟ كمان سيكون من السهل جدا الحصول على اليورانيوم المخصب إذا توصلنا لاتفاق. رجع رد تاني وقال لا أريد أن يقتل مجتبى خامنئي ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة أو لا. رجع ثالث وسادس وقال سيكون الاتفاق بمثابة سلام لإسرائيل طويل الأمد وسلام مضمون. هكذا قال ترامبولا في معرض حديث. لكن إكسيوس قالت الآتي، قالت فيما يخص النقاط ال15 اللي بيتكلم عليها ترامب وإن هي دي محل نقاش. قال منها ما تسميه أن مسؤول أمريكي يعني بيقول أن ما تسميه إيران تعويضات ربما نسميه نحن إعادة الأموال المجمدة، وهناك طرق عديدة لصياغة الأمر. يعني أنت متخيلين التلاعب بالكلمات والألفاظ؟ رجع تاني قال إيه المسؤول ده؟ بيقول نشترط تفكيك مفاعلات نطنز وأصفهان وفوردو ورقابة خارجية صارمة على أجهزة الطرد. وفي معرض حديثه برضو قال إيه؟ إنه نشترط اتفاقيات ضبط تسلح مع دول المنطقة وحد أقصى للصواريخ لا يتجاوز 1000 كيلو. وقال كمان إنه مستشار ترامب بيريدون أن يكونوا يعني مستعدين في حال بدء محادثات مع إيران في المستقبل القريب. هو أنت بتعمل ده عشان في محادثات قادمة، ولا أنت بتفكر إن أنت بتديهم مهلة ال5 أيام للأسباب الخفية اللي هقولها لحضراتكم؟ إيه بقى الأسباب الخفية دي؟ في أسباب خفية بتخلي ترامب ياخد مهلة ال5 أيام. وليه بقى؟ تعالوا مع بعض نفكر. هو ما قالش 5 أيام كده اعتباطا يعني. بيقول لك إيه بقى؟ أولا، إن ال5 أيام دي هتديهم فرصة لوصول الإمدادات العسكرية من قوات المشاة اللي هم بيقولوا عليهم المشاة البحرية، وكمان إن أنت ممكن وصول بطاريات الدفاع الجوي. ده لمين؟ للجانب الأمريكي. وقال لك إن فكرة ال5 أيام كمان هيتم من خلالها نشر أنظمة الدفاع الجوي في القواعد الأمريكية وتعويض اللي اتدمر فيها.
وقال لك كمان الفكره هنا في ايه كمان؟ ان ممكن تعزيز الدفاعات الجويه الاسرائيليه اللي استهلكت او استنفذت او انضربت. يعني فكره الخمس ايام هم عشان هم ياخدوا نفسهم. ده لو هو استنى الخمس ايام، لكن ممكن يضرب خلال الخمس ايام دي، وهقول لحضراتكم الموضوع جه ازاي. وقال لك كمان انه عايز يستكمل الترتيبات العسكريه. ده لو ما حصلش تنازلات من وجهه نظره امريكيه هيتم تدمير منشات الطاقه. يا ترى هو انتظر؟ يعني استنى فكره الخمس ايام دي تعدي، ولا تم قصف ودمار واشياء من هذا القبيل؟ خلينا نرجع بس لفكره الوكالات الانباء العالميه. هتلاقوا الان بي سي بتتكلم على ان الولايات المتحده الامريكيه تسرع الخطوات لنشر الالاف من المنشات البحريه بالشرق الاوسط. بترد عليها نيويورك تايمز بتقول ان البنتاجون يدرس نشر الفرقه 82 المحموله جوا، ده لدعم عمليات محتمله فين؟ في ايران. وول ستريت جورنال بتتكلم على ان الالاف من منشات البحريه بيصلون الشرق الاوسط الجمعه، اللي هو بعد. عشان كده المهله الخمس ايام هتخلص امتى؟ تخلص السبت. يبقى هو لما يكون وصل بالمشاة الجمعه يقدر يعمل او يتوهم ان ممكن يوصل لمأربه او مبتغاه. طيب خلينا بس نشوف ال 24 ساعه اللي فاتوا حصل ايه بقى. حصل اولا انقطاع تام للكهرباء بمدينه خرم شهر الايرانيه، ده بعد استهداف وقصف منشآت الطاقه. هتلاقوا حصلت غارات امريكيه واسرائيليه استهدفت منشآت الطاقه في اصفهان وخرم شهر. كمان في الكويت حصل ايه بقى؟ الكويت اعلنت خروج 7 خطوط لنقل الكهرباء من الخدمه نتيجه لشظايا صواريخ او اشياء من هذا القبيل. امريكا حصل فيها انفجار لاكبر مصفاة نفط في ولايه تكساس. رغم ان انا دخلت على CNN والعديد من الوكالات الدوليه، يعني الخبر ده موجود في بعض الوكالات ومش موجود في البعض الاخر فيما يخص الانفجار اكبر مصفاه للبترول في ولايه تكساس، وناس بتتكلم انه ده موجود بفعل فاعل او لوحده او لكن انا بكلمكم على احداث في ال 24 ساعه غريبه شويه. في روسيا تم تفجير اكبر مينائين في البلاد، وده كانت ضربه اوكرانيه. وهتلاقوا كمان حصل حريق، برضو حاجه مش معروفه السبب، حريق هائل في مبنى المحكمه التاريخي ده في ولايه جورجيا الامريكيه. والمبنى ده بيرجع تاريخه ل 1892 وانهار السقف اللي هو بيسموه البيل تاور، وحتى الان لم يحدد السبب واسباب الحريق المختلفه. عايز ارجع لحضراتكم بس ان هناك العديد من التصريحات. وزير الخارجيه الايراني بيقول انه بحث مع نظيره المصري جهود الدفاع المشروع لايران، من حقها الدفاع المشروع، واكدنا استمرار التشاور بين الطرفين. كمان رئيس البرلمان الايراني اللي هم بيلوحوا، امريكا بتلوح ان هي تفاوضت مع رئيس البرلمان، هو عايز يعمل فرقه داخل القياده الايرانيه، وعايز يقول لك ان انا بتفاوض مع شخصيه ايرانيه كبرى او زعيم ايراني كبرى يتولى الامور. هو انت عندك فراغ سياسي؟ يعني زي هو بيفكر يعمل زي اللي عمله فين؟ في فنزويلا. فعشان كده بيقول لك رئيس البرلمان الايراني بيرد بقى بيقول ايه؟ لقد تم ارساء معادله العين بالعين، وبدا مستوى جديد من الصراع، وده برضه بياكد ان هو ثابت على موقفه رغم محاوله احداث الفرقه يعني ومحاوله التفاوض يعني مع رئيس البرلمان الايراني. اليابان بتسحب جزء من مخزونها النفط اعتبارا من الخبيث. وزير الطاقة الإيطالي بيجري اتصالات مع دول أمريكا وأذربيجان والجزائر لتعويض توقف إمدادات الغاز من بسبب الحظر. كمان عندنا ترامب بقى له تصريح غريب صراحة، يعني عايزين نقف عنده. بيقول إيه؟ على دول الخليج أن تدفع تكلفة الحرب، إحنا رايحين ندافع عنه. هو حد كان انتدبك؟ يعني طيب تعالوا بقى نشوف الختام. الختام اللي انا عايز اقول لحضراتكم ونركز فيه شويه، انه الحرب دي وفكره الحرب في فنزويلا. فنزويلا هي يعني اكبر يعني مصدر للصين للبترول، والايران اكبر مصدر بترول للصين. فاللعبه هنا مش لعبه حرب فقط بقدر ما هي صراع امريكي من جانب وروسي صيني من الجانب الاخر. ومين اللي بيدفع ثمنه؟ طبعا مؤكد اللي بيدفع ثمنه الدول او الشعب او المواطن المغلوب على امره في دوله ما. وعشان كده نقول لكم ماذا بعد
ماذا بعد دي لا يعلمها الا الله. في الغد ان شاء الله يوم جديد و7 دقائق. دمتم بخير والى اللقاء في تمام الخامسة ان شاء الله.